فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بعد الانسحاب الشهير 4-2. مباراة تقدر تسميها مباراة الفرص الضايعة. سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك الاثنين بيتراهنوا على اللي يضيع اكتر فرص، وفي نفس الوقت جماهير الزمالك قررت ان هي تقاطع المباراة بسبب الادارة وبسبب اللي حصل بعد انسحاب مباراة النادي الاهلي. وهنعرف اهم نقاط القوة اللي كانت في المباراة وتحليل فني كده على السريع، بس حاجة من اللي قلبك يحبها. فلو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك، لان رايك مهم جدا جدا جدا، خصوصا بعد اللي احنا هنقوله في الحلقه ده، لان كلام مهم قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفوز للنادي الزمالك 4-2 على سيراميكا كليوباترا بعد الانسحاب الشهير. طبعا المباراة ما فيهاش كلام كتير قوي. المباراة تقريبا جماهير الزمالك كلها ما كانتش مديها اي اهتمام، لان نادي الزمالك ادى طابع لجماهيره ان الدوري خلاص بالنسبة له انتهى. في بقى كام حاجة مهمة في المباراة لازم اقول لك عليها. اول حاجة، الزمالك في حاجة غريبة جدا. الزمالك تحس ان هو مقسوم نصين، نص بيدافع ونص بيهاجم، ما بيلعبش كمجموعة. لا، في 5 لعيبة كرة كويس جدا بيلعبوا لقدام، وفي 5 مدافعين جامدين جدا بيلعبوا ورا. فتحس ان الملعب نصين. حتى تلاحظ ان كان فيها هجمات خطيره جدا على نادي الزمالك، لان الملعب نصين. مصطفى شلبي اللي عليه نقطه استفهام كبيره جدا، هل ده اداء لعيب يليق بنادي كبير زي نادي الزمالك؟ دي لقطه في الدقيقه 25 لاحمد سيد زيزو بعد ما مصطفى شلبي قعد يعمل شويه حبشتكنات كده. احمد سيد زيزو راح مزعق له ومشوح، وكان متعصب بشكل فظيع جدا، لان مصطفى شلبي كل اللي بيعمل حاجات غريبه. تحس ان هو نازل يستعرض، تحس انه بيلعب في دوره رمضان. حركات غريبه كده، واقفه على الكوره، يقعد يهوش في الاخر يروح مباصي، يقعد يرقص ويلم على جوه ويعمل حاجات غريبه كده. مش ايجابي، لعيب مش ايجابي، لعيب بيعمل حركات لنفسه مش اكتر. على الناحيه الثانيه عبد الله السعيد وناصر ماهر، انا مش عارف الاثنين دول، شايف ان هم مع بعض صعب قوي، لان الاثنين بيلعبوا نفس الدور. عبد الله السعيد 6 وحش جدا. تهيألي عبد الله السعيد في 8 بيكون اداؤه اقوى من ناصر ماهر، برغم ان ناصر ماهر بيقدم فتره كويسه جدا مع نادي الزمالك. نيجي بقى للحاجه الاهم والحاجه اللي لازم نتكلم فيها بكل قوه. ايه سبب انسحاب نادي الزمالك الماتش اللي فات ويلعب الماتش ده؟ دلوقتي لو جيت سالت اي حد وقلت له ايه سر الانسحاب، هيقول لك الخوف من ماتش الاهلي. ونادي الزمالك ما اداش اي اعتذار، لان اي حد يقول لك لا ده مش خوف، ده قرارات، ده لان في النهايه نادي الزمالك كان عنده مطالب، والمطالب دي ما اتحققتش. عارف اللي هو زي ايه؟ ماشي هنبقى نعملها. عارف لما عيل كده يجي يقول لك انا بابا انا عايز مش عارف ايه، تقول له ماشي يا حبيبي. هو نفس اللي حصل بالظبط مع نادي الزمالك. على ارض الواقع مفيش اي حاجه اتحققت. فبالفعل زي ما احنا ما قلنا، هو ما كانش عايز يلعب ماتش الاهلي، لان الاسباب اللي انا قلتها لك اسباب واقعيه جدا واسباب فعلا حقيقيه. ولو عايز تعرف الاسباب شوف الحلقه اللي فاتت، هتعرف الاسباب بتاعه انسحاب نادي الزمالك قدام النادي الاهلي. بص يا معلم، بالبلدي كده، اداره نادي الزمالك انجرفت ورا السوشيال ميديا في الوقت اللي الجمهور وقف ودعمها كويس جدا. اول ما قررت ان هي ترجع عن القرار وتلعب ماتش سيراميكا، الجمهور كله سحب الدعم عنها وبقى ضدها. اللي عايزين نقوله ايه بقى؟ الانديه لا تدار بالعواطف، ما بتدارش بالجماهير. انت بتشوف المصلحه بتاعتك فين وبتعملها، غير كده يبقى انت بتلعب ويبقى انت بتضيع وقت ويبقى انت لا تصلح لانك انت تدير نادي. في النهايه مبروك ال3 نقط لنادي الزمالك اللي ما لهمش اي لازمه، لانهم هيتخصموا منه بسبب الانسحاب. وهارد لك لسيراميكا كليوباترا اللي على فكره بيقدم مستوى قوي جدا 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 مع المدرب القدير اللي انا شايفه واحد من العظماء في الكره المصريه، ايمن الرمادي. وبكده تكون خلصت حلقتنا. فلو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو انت على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام ما تنساش تتابعنا ولايك وشير وسيب لنا تعليقك، لان رايك مهم جدا جدا لينا. سلام.